مساءكم حلو، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من السوبر. السوبر النهارده هيبقى النجم كابتن عبد الواحد السيد، نجم نادي الزمالك السابق وكابتن نادي الزمالك السابق، تاريخ كبير جدا جدا للسوبر كابتن عبد الواحد السيد. حضراتكم ازاي تتواصلوا معانا؟ تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي حالا السوبر. وكمان هي نفس الصفحه بنفس الاسم على تويتر، اسمها برنامج السوبر، اهي بالظبط كده زي ما هي موجوده امام حضراتكم على الشاشه دي على الفيسبوك، مظبوط كده تمام. وهنبقى نوجه سؤالنا للسوبر كابتن عبد الواحد السيد، نجم نادي الزمالك وكابتنه السابق، برضه هي بالظبط كده على تويتر. تمام ماشي. عندنا كلام كتير جدا النهارده وكلام مهم في بدايه الحلقه. هنخصكم بفيديو مش موجود على الإطلاق، يخص السوبر عن اللقاء الأول ما بين أصدقاء الأمس واللي تجاهلوا بعض اليوم. بتكلم على كابتن علاء عبد الصادق مدير جهاز الكرة أو رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي الأهلي، وبتكلم على المهندس محمود طاهر. الحقيقة إنه إحنا دايما بنبقى مدركين لفكرة إنه مفيش خصومة مستمرة ومفيش صداقة مستمرة، لكن اللي نقدر نفهمه دايما انه لما تحصل ازمة وتحصل مشكلة يقول لك ايه، خرج بقى الحاجات اللي ليها علاقة بالامور الشخصية وخلاص. يعني الكابتن علاء عبد الصادق والكابتن والمهندس محمود طاهر علاقة طويلة جدا جدا جمعت ما بين الاثنين وبين بعض. الكل كان يتخيل انه مع اول لقاء حتى على الاقل لما العيون تتقابل، لما الناس تشوف بعضها، هيبقى فيه سلام. تعالوا نشوف الفيديو اهو قدام حضراتكم. ده من الجمعية العمومية، وده مهندس محمود طاهر وكابتن علاء عبد الصادق، اكنهم ما شافوش بعض قبل كده واكنهم ما عرفوش بعض قبل كده. تخيلوا انتوا علاقة من سنة 1990، علاقة ممتدة لسنين طويلة انتهت النهارده. بصوا اقصى اليمين اهو كابتن علاء عبد الصادق، اقصى اليمين ولا اكنه موجود، وادي المهندس محمود طاهر اقصى اليسار. واحد حزين جدا جدا وهو بيعرض لحضراتكم لقطه زي دي، لقطه تزعل ولقطه تحزن، لانه لا ده اللي احنا عرفناه ولا ده اللي احنا سمعناه عن النادي الاهلي، ولا دي علاقات الكبار ببعض. كابتن علاء عبد الصادق ده قيمه كبيره قوي للي ما يعرفش، يعني ده كابتن. بصوا ادي اللقطه، شكرا يا محمد، برافو عليك. ادي في اليمين اهو، للي مش واخد باله، في اقصى اليمين كابتن علاء عبد الصادق، واقصى اليسار المهندس محمود طاهر، ولا اكنهم يعرفوا بعض. اشتغلوا مع بعض كتير جدا جدا على فكره، كان في ما بينهم علاقه شراكه في احد الشركات. يعني اشتغل الكابتن علاء عبد الصادق مع المهندس محمود طاهر. كل ده انتهى على اعتاب النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي طول عمره ما كانش فيه اتنين بيختلفوا على انه بيجمع ولاده. النادي الاهلي النهارده بقى سمته بقت مختلفه عن النادي الاهلي بتاع زمان. مهندس محمود طاهر هو رئيس النادي الاهلي، والرئيس دائما يجمع ولا يفرق، ورئيس كمان كانت تربطه علاقه بالكابتن علاء عبد الصادق. ايه اللي يوصل اي خلاف في الدنيا لده؟ في اللقطه اللي انتوا شفتوها دي في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وهما الاثنين اللي كانوا قريبين جدا جدا من بعض. بالتأكيد حاجة تزعل، وبالتأكيد حاجة تضايق، وتضايق أكتر كمان ما أنت بتتكلم على النادي الأهلي وما أنت بتتابع أخبار النادي الأهلي، فيقول لك إيه؟ الأهلي فوق الجميع. إذا كان الأهلي فوق الجميع بمعنى كلمة المصالح، يعني الأهلي فوق مصالح أي حد من الناس، فالمفروض إن الأهلي كان على الأقل يجمع الاثنين دولت. لكن الحقيقة حاجة تزعل جدا. قبل ما نروح برضو لفقرة أخبارنا المحلية، خليني برضو أخص حضراتكم بمستندات في منتهى الأهمية. امبارح الدنيا قامت وما قعدتش على موضوع الكابتن محمود الخطيب. ازاي الكابتن محمود الخطيب وهو الاسم الكبير في عالم كرة القدم، ازاي كابتن محمود الخطيب يروح الجمعية العمومية واسمه مبقاش موجود؟ حصل جدال كبير جدا جدا. فكابتن محمود الخطيب مفيش اتنين هيختلفوا على اسمه وتاريخه، ومفيش حد مين ما بيحبش بيبو، يعني مين ما بيحبش محمود الخطيب.
يعني هقرب لكم الصوره ديت من ايصال العضويه اللي اتدفع، وبرضه بنخص بيها حضراتكم في السوبر. مستحقات مستحقات اللي بتثبت موقف النادي الاهلي في ازمه المهندس عادل القيعي والخطيب. تثبت موقف النادي الاهلي في ازمه القيعي والخطيب. طيب اللي قدام حضراتكم انا بعتذر لكم جدا جدا عن يعني الصوره، وما هياش احسن حاجه، بس للاسف يعني ده اللي وصلنا له. هقرا لكم منها، خلوها فول سكرين وانا احاول اقرا للناس. اسم العضو محمود ابراهيم الخطيب. نوعيه العضويه تجاريين. تاريخ الايصال 11/3/2016. رقم العضويه 10/8/98. رقم الايصال 5/2/11/9. مكتوب جنبها بعد المهله المحدده ب 15 يوم قبل الاجتماع السداد يمثل العام المالي 2014-2015 عام ونصف، و2016 ده عام. وبعدين مكتوب بقى غرامة تأخير سنتين اللي هم 90,000 اللي هم 90 جنيه. والكلام اللي اتقال في الكواليس بخص بيه حضراتكم انه الكابتن محمود الخطيب كان اعتمد على احد يعني اقاربه او احد ابنائه او جوز بنته تحديدا يعني علشان يسدد العضويه. هل احنا هنا بصدد لا الدفاع على موقف النادي الاهلي بس عشان تبقوا حضراتكم في الصوره، لا احنا هنا بصدد الدفاع على موقف النادي الاهلي، ولا احنا هنا بصدد الدفاع على موقف الكابتن محمود الخطيب خالص؟ على فكره خالص البرنامج ده مش بتاع كده، برضه عشان ابقى امين مع حضراتكم. البرنامج ده بيدي لحضراتكم اللي موجود، بس صحة الموقف من عدمه حضراتكم اللي بتحددوها. احنا بنتكلم بورق وبنتكلم بحاجات موجودة، وهنحاول يبقى معانا كل الأطراف علشان نبقى منصفين جدا. الورقه الثانيه اللي معانا هي للمهندس عادل القيعي. هل في حد يختلف على قيمه المهندس عادل القيعي؟ فيش اتنين يختلفوا على قيمه المهندس عادل القيعي، لا صفقات بقى ولا ابن من ابناء النادي الاهلي ولا تاريخ كبير، مفيش حد هيقدر يتكلم في ده. طيب اللي مكتوب برضو انه نوعيه العضويه تاريخ الايصال بيوم 22/3/2016، وبرضو الايصال تم بعد المهله وغرامه التاخير سنتين. انا معايا على التليفون المهندس عادلي القيعي، مهندس صفقات النادي الاهلي، وواحد لا يختلف عليه اتنين زي ما بقول لحضراتكم كحب وكانتماء للقلعه الحمراء النادي الاهلي. يا باشمهندس عادلي اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. مساء النور يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا يعني انا بس ليا تحفظ على كلمه ازمه. اتفضل. ما كانش في ازمه ولا حاجه، لكن كان في ضيق فرق كبير بين ازمه وضيق. ولم اتهم المجلس انه كان متعمد انه ما يدخلش حد او يدخل حد. هو اعلن بطريقه معينه وهو ما حدش تنبه في الموضوع ده. لكن الفكره مش كلها مش كده، لان انا سئلت لما بقول لهم يا جماعه معقول الخطيب، انا الاول ما تصورتش ان اسمي مرفوع. قلت لهم يا جماعه معقول الخطيب يجي ينتخب؟ هو احنا رحنا ليه يا استاذ ابراهيم؟ مش حرصا على الجمعيه العموميه، ولا يعني اللي رايح الجمعيه العموميه وحريص انه يسجل قبليها. هو بيسجل قبليها ليه او بيدفع قبليها ليه؟ عشان يبقى معاك عموميه. أنا لما سألت قيل لي أصل كان المفروض قبل مش عارف يوم 9 وأصل إحنا قلنا اللي معاه كارنيه 2015. كل ده كلام لا اعتراض لي عليه، ولا أتهم أحد إنه بيتعمد أن يعرقل أسماء بعينها إنها ما تحضرش. تمام. لكن إحنا طول عمرنا يا أستاذ إبراهيم في الانتخابات، حتى أنا اتقال لي مسؤولين في النادي ما أنت كنت مدير النادي وكنت عارف إن أنت العمومية ليها وقت تقول السداد لتاريخ كذا عشان نقدر نعلق بس صحيح ايضا ان انا قلت لهم ده كان بيحصل، بس انا كمسؤول في النادي اللي كان بيجي لي قبل ميعاد اغلاق باب القيد بنص ساعة كنت بسمح له يسدد واديله ورقة. وكانت اللي بيقول لك بقى عشان القانون ما بيسمعش وزارة الشباب هتعتبر ان ده اخلال بالنظام. هذا غير حقيقي، لان في كل الانتخابات اللي فاتت حصل هذا في الجزيرة وفي الاهلي، وكان الورق ده لحد قبل اغلاق باب الانتخابات كان الناس اللي مسددة بتخش تدلي بصوتها
وكانت الجهه الاداريه تحت الاشراف القضائي بتسمح لهم بهذا. فانا ده كان تصوري، انا ده اللي كان سبب الضيق يا جماعه. احنا النادي كان زحمه وتمشينا يمكن اكتر من كيلو ونص عشان نوصل النادي على رجلينا لان ما قدرناش نوصل بعربياتنا. وانا كان هذا تعليقي، اللي كان عايز يحل كان يقدر يحل خلاص. لكن ان انا هو كان المجلس كانوا عارفين ان عدلي والخطيب مش هيدفعوا، طبعا مش مقصوده، ما نقدرش كمان يعني ان احنا نبقى بنروج لحاجه ما هيش في دماغنا. ده كلام يعني مهم. ده كلام مهم لانه اللي اتقال يا باشمهندس عدلي انه لا ده في تعمد وفي تعمد ابعاد الكابتن في عدم حرص على حل المشكله يعني، لكن مش تعمد على ان تمنع حد بعينه. المشكله انا بقول لك ان طول عمرنا في الانتخابات كنا بنيجي اللي كان يجي لحد قبل الانتخابات بنص ساعه كان بيسجل وبيدفع وبياخد ورقه وبيخش ينتخب. فيري سمبل. هل يعني اساس في موضع طيب ما هو ده بقى اللي يخليني، ما هو ده اللي يخليني اسال يا باشمهندس، طب ايه اللي اتغير؟ لحظه واحده، اصل في تناقض. حتى لما تيجي تحط لي انت التاريخ، لما تيجي تقول لي ايه اللي معاك كارنيه بتاع 2015 من حقه يحضر. ده في ناس كتير جدا وكانوا مندهشين بيقولوا لنا يا كابتن عادل احنا ما دفعناش 2016 ولقينا اسمنا. بقى اللي دفع 2015 و2016 ما يقدرش ينتخب، واللي دفع اللي ما دفعش 2016 ودفع 2015 هو اللي بقى له الحق. ايوه انت قلت صحيح وعلقت الكشوف كل حاجه، لكن طول عمرنا بنعمل ملاحق. كان كل ما يكتمل اسبوع ويحصل عندنا ناس كنا بنعلق ملاحق ونقول دي ملاحق للناس اللي سددت بعد الموعد. لان الموعد انت اصلا في الاصل في الجمعيه انه مسدد للاشتراك. فاللي سدد الاشتراك ده ما فيش حاجه اسمها لحد يوم كذا. طيب يا باشمهندس انا عايز اسال سؤال. انت لو انت عملتها سنه 2015 ايوه، لكن انت انتخاباتك في شهر 3 في 2016 يا استاذ ابراهيم. ايوه مفهوم. حضرتك دلوقتي بترصد تناقض واضح. طيب اذا لي انا اسال حضرتك في جزئيه ثانيه، ايه اللي اختلف في القانون عن السنه اللي حضرتك كنت موجود فيها في النادي؟ مش قانون. ايه اللي اختلف؟ ده مش قانون، ده مش قانون اختلفت. مفيش حاجه اختلفت، هو في قانون؟ امال مفيش حاجه اختلفت. هو احنا يا استاذ ابراهيم، هو احنا 2014 مش المجلس ده لما جه كان في جمعيه عموميه للانتخابات؟ ايوه، واحنا كلنا انتخبنا فيها. ما انتخبنا على الاقل احنا مسددين موسم 2014. يعني الكلام برضه يعني انا مش راضي يعني اتكلم عشان ما يفسرش الامر ان احنا بنحولها الى ازمه او ان في تبادل. انا بقول لك ابرئ مجلس اداره النادي الاهلي من التعمد انه يمنع ناس بعينها، لكن بقول ما كانش فيه حرص على التعامل مع ان ما يصحش ان الناس، خصوصا ان احنا يعني انا تجاوزت سن معينه، كابتن خطيب ربنا يديله الصحه، ما ينفعش في ناس بهذه المرحله والحرص على انها تحضر. احنا هنحضر هنعمل ايه؟ لا احنا في سن تسمح لنا بالمهاترات ولا في قيمتنا ناس هتتهاتر ولا ناس. طب انا قعدت وخلاص وسكت واتضايقت شويه وخلاص. بس حضرتك كنت متضايق يمكن اكتر للكابتن محمود الخطيب اكتر من نفسك يعني. انا اتضايقت لان الاول ما توقعتش الخطيب هيروح وهو جاي الراجل يؤدي خطيب نائب رئيس النادي الاهلي والرمز جاي يؤدي دوره. هو مش متخيل ان هو علشان اتاخر في سداد الاشتراك هو مش داخل مش مسدد. او ما احنا كلنا يا استاذ ابراهيم بنقول للناس ادفعوا لنا وحاسبونا وبننسى التواريخ. لكن لما بنيجي نتاكد كنت حريص ان انا اروح. لما تاكدت يا جماعه وانا دفعت ولا ما دفعتش؟ قالوا لي لا. قلت له طيب ادفع. قال لي ده 2.5 سنين. قلت لهم ازاي؟ ده انا متخذ في 2014. قالوا لي طب. قلت لهم طيب لحد ما نبحث الموضوع ده على مهلنا يبقى خلاص انا هسدد وكل حاجه ودي كرنيهات ورايح وانا ما عنديش شك في ان في مشكله. طب ده زود الفجوه اكتر يعني. خلينا نتكلم بالمنطق بقى. ده زود الفجوه اكتر ما بين محبين ولا فجوه. مفيش فجوه يا عم، مفيش فجوه.
يا استاذ ابراهيم، باشمهندس عادل تصورها كده. باشمهندس انا عادل، مش عايز ان الامور تتشخصن. طيب معلش خدني معلش على قد عقلي في اللي انا بقوله، وحضرتك يعني رد زي ما حضرتك ما عايز. احنا دلوقتي بنتكلم على شعبيه جارفه للكابتن محمود الخطيب، حضرتك وصفته بانه احد العظام اللي موجودين في النادي الاهلي ونائب رئيس النادي الاهلي، ولا يجوز ولا يصح اللي حصل معاه. وعشان حضرتك يعني معايا فانا لا اتهم، يعني كان يمكن حل المشكله، بس ده اللي انا بقوله. لكن هل المجلس كان متعمد؟ لا، مؤكد ما كانش متعمد. طيب السؤال الثاني بقى لحضرتك يا فندم، موقفك كان هيبقى عامل ازاي اذا كان سمح ليك؟ موقفك كان رفض الميزانيه ولا الموافقه على الميزانيه؟ لا، ده موضوع يخصني. هو انا راجل، انا مش مراهق يا استاذ ابراهيم عشان اروح اقول ايه انا جاي من بيت مرفض او جاي من بيت مقبل. هو لو الميزانيه بالنسبه لي مقنعه هروح ارفضها لمجرد ان انا لا، احنا مش ناس متسطحين قوي كده. الموضوع، وعلى فكره من ناحيه المبدا انا ارجو القانون الراعي دي. انا مش موافق على رد اعتماد الميزانيه بالثقه في المجلس. انا شايفهم اتنين ما لهمش دعوه ببعض، لان ممكن انت تيجي ببند من بنود الميزانيه يبقى مش عاجبك، لكن انت عاجبك اداء المجلس. ماشي. فما ينفعش تقول لي لما ترفض الميزانيه يبقى انت رافض المجلس. انا مش موافق على المبدا ده. طيب. وانا يعني كنت بستمع للوزير خالد عبد العزيز دلوقتي مع الزميل احمد شوبير قبل ما تتصلوا بيا. والراجل بيقول والله اما القانون يطلع هنرفع ايد الجهات السياديه او الوزاره خالص عن الانديه، وكل واحد يعمل نظامه الاساسي وكل واحد يشرف على انتخاباته بالطريقه المعينه. تمام. طبعا كان الكابتن شوبير وانا معاه في هذا متحفظين ان يجب الانتخابات تبقى تحت اشراف قضائي، صرف النظر بقى مين اللي هيعمل النظام الاساسي. طيب. لان ما ينفعش يا باشمهندس عادل، حضرتك كنت من يقود هو اللي يشرف، ما ينفعش. طيب حضرتك يا باشمهندس كنت بتقول لي ان ده مش قانون، امال ده ايه؟ ما احنا ما فيش قانون لسه. لا يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده انه لا، هو عمل حضرتك ترجع دي شروط، اعتبرها اعتبرها اي حاجه. لكن هي ايه، ما فيش قانون لسه. ما احنا هو في قانون رياضه طلع كله معطل ما فيش حاجه دلوقتي. اذا انت بتعمل شرطك وبتقول، لكن انا بقول المرونه كانت مطلوبه، يعني اكثر موائمه في هذا الموقف، لان في كل السوابق كانت بتحدث. هي اول مره يحصل هذا التشدد، واخد بالك. لكن قبل كده كان في مرونه، وكنا بنحترم جدا ان واحد يجي متكبد المشاق وعايز يقوم بدوره في جمعيته العموميه، وبيجي قبلها ان شاء الله بساعه. كنت انا وغيري، مش انا يعني يعني كنت مبتكر حاجه ولا انا ساعات انزل في نادي الجزيره ادفع واروح الانتخابات او الجمعيه العموميه واسال، يقول لي اتاخرت، اروح مسدد واخد ورقه وادخل. مفهوم. وكان بيسمح لي. وفي نادي الاهلي انا كنت بعملها للاعضاء كده، انا وغيري. يعني انا متصور ان انا وغيري كنا بنعمل كده، كل مديرين النادي كانوا بيعملوا هذا الاجراء. لكن فانا ما كنتش حابب قوي ان دي تبقى مشكله، لان اولا ما كانتش هتفرق انك يعني الناس تخش ولا في نفس الوقت هي يعني ليها دي جمعيه عموميه في الاخر عاديه، يعني ما هيش جمعيه عموميه. الناس متصوره ان كان هيحصل 99% كلنا عارفين ان الاوضاع في النادي الاهلي لن تدعو الى الغضب العارم اللي يخلي الناس عايزه تغير او ترفع او ترفض عشان تغير مجلس، حتى لو كان في بعض الناس في دماغهم هذا. لكن دي عمليه مش سهله انك تسحب الثقه من المجلس عشان ميزانيه او بتاع، عمليه برضه معقده شويه. فدي ما كانتش هي القضيه يعني. وحتى لو ناس رايحه كده لا يمكن نكون انا وكابتن الخطيب وكابتن حسن منهم يعني، او الناس اللي متصنفين. وانا ما اعرفش انا فجاه هو في تصنيف يعني احنا متصنفين فجاه. متصنفين في ايه؟ اذا كنت انا لحد عهد قريب كنت موافق ان انا اشتغل واكون موجود بجوار المجلس. وفي اكتر من حوار حضرتك قلت انا مش محسوب على حد، انا لو محسوب يبقى محسوب على الاهلي. انا مش محسوب على حد، وانا الحمد لله معتد بنفسي الا اكون تابعا او ذنبا لاحد. ايوه. انا تابعا للنادي الاهلي، واللي عايز ياخدني بهذا المفهوم اهلا وسهلا. اللي عايز يعتبرني مقطوره له، لا يا حبيبي، كلنا بنخدم النادي الاهلي. حلو التعبير. اذا كنا هنتصنف عشان
بنقول الاهلي فوق الجميع، لا هو الاهلي فوق الجميع. باشمهندس عادل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على ما قلته من ايضاحات في موضوع النادي الاهلي. حضرتك استخدمت لفظ وتعبير انه ليس هناك ازمه ما بين المهندس عادل القيعي وما بين مجلس اداره النادي الاهلي. هحافظ على ما ادليت به من تصريحات. عندنا اخبار مهمه جدا، اخبارنا المحليه كتيره جدا واخبارنا العالميه بعد فاصل سريع. قبل ما اتكلم مع حضراتكم في النادي الاهلي وايه اللي ناويين يعملوه في النادي الاهلي، اللي تابع امبارح ماتش مصر ونيجيريا لازم يكون مبسوط ولازم يكون سعيد. الحقيقه يعني الناس انقسمت حاجه من الاثنين، يا اما المنتخب ده منتخب عبقري جدا، يا اما المنتخب ده منتخب فاشل جدا. يعني مفيش حاجه وسط، مفيش حاجه مثلا ايه يعني نص نص. بعدين انا اكتر حاجه قتلاني جدا في الموضوع بتاع ماتش مصر ده امبارح، النتيجه انتهت 1-1. انت عملت احسن حاجه يعني للامانه، يعني احنا عمالين نتكلم وتفاؤل نتفائل وعايزين، بس احنا رايحين ومحملين بذكريات اليمه في ماتش غانا. الحقيقه بقى مش هنقعد مش يعني كفانا يعني ايه ضحك على بعض. رحت عملت ماتش متوازن جدا جدا. التشكيله اللي احنا كنا اجتهدنا عرضناها لحضراتكم هي تقريبا نفس التشكيله. فاجئنا كوبر، فاجئ مصر كلها وحط تريزيجيه. هل كانت تغييره؟ هل كان وجود تريزيجيه ده كان وجود فاشل؟ بصوا على اقروا الملعب، يعني اللي شاف الماتش شاف الماتش بعين تانية مختلفة. اقروا الملعب متقفل صح من اول دقيقة. مصر قافله الملعب كويس على نيجيريا في ارضها وسط جمهورها اللي ملايين اللي مليان بشر كانوا متشعلقين فوق عواميد النور وفي كل حتة موجودة، يعني جمهور كبير جدا. احنا عمالين نتكلم على منتخب مصر ونيجيريا وهنروح وهنتعذب واحدة واحدة. اكتر حاجة مجنناني ما كانتش موجوده قبل كده، احنا بنتعامل مع منتخب مصر على انه منتخب اهلي وزمالك لحد النهارده، منتخب حماده طلبه وحسام غالي. منتخب ايه رايكم في الكابيتان ورايكم ايه في جرأة حماده طلبه؟ يا جماعه والله العظيم منتخب مصر هو يعني هو كله على بعضه منتخب مصر. وبعدين احنا بنتعامل مع منتخب مصر انه كوبر ده ما بيفهمش واسامه نبيه هو اللي بيفهم، احمد ناجي بيفهم ومش عارف مين ما بيفهمش. ما فيش حاجه اسمها كده. جهاز فني بالكامل نجح، نجح. الماتش اللي فات ده نجاح. اما تروح تلعب مع نيجيريا يقول لك اصل احنا ادينا نيجيريا اكبر من حجمها. يا جدعان تقول لا، شوف الفرقه بتاعت نيجيريا عامله ازاي، شوفوا الاسماء بس كفايه. ولا انت عشان عملت ماتش كويس فانت تحس انه تقلل بقى من الخصم بتاعك؟ اصل الخصم نفسه ما كانش احسن حاجه. لا، انت اللي كنت كويس. ما تضيعش حقك، ما تضيعش مجهودك. عندك حارس مرمى متميز جدا احمد الشناوي، كان متميز جدا جدا في الماتش، بتضيع حقه ليه؟ عندك حماده طلبه في منتهى الجدعنه اللي في الدنيا، راجل هو نقطه التحول الرئيسيه في الماتش، شال لك كرة من على الجون. انت عايز ايه تاني؟ عمر جابر الناس كانت بتتكلم على ادوار دفاعيه هيقدر يأديها ولا لا، ادى ما عليه. تريزيجيه نفس القصه. ما بتحسبش بقى للراجل انه تغييراته كانت ناجحه. يقول لك اصل المفروض كان يبتدي بنفس التشكيل. طب ما هو ده معناه ان الراجل شايف سيناريوهات كويسه. بسيط على فكره، الموضوع بسيط جدا مش محتاج فزلكه. الراجل كان شايف سيناريوهات كويسه، كان عارف يرسم الماتش كويس، حلم بالماتش قبليها، مش حلم بمعنى حلم يعني تخيل الماتش ممكن يبقى عامل ازاي، ورسم له سيناريوهات ورسم له انه رمضان يتم الدفع بيه بالشكل. جون جه من رمضان صبحي، بينيه حطها لمحمد صلاح. ما اعرفش، احنا مش عايزين نفرح والله، يعني مقصرين في حق نفسنا يا جماعه. ما تبسطوا يعني. منتخب مصر عمل ماتش كويس. يعني نيجيريا واخدين بالكم واحنا راجعين واحنا برضو لسه الاول، عندنا ماتش كمان يومين. طب اللي زعلان طب ما يأجل زعله شويه. طب واللي جواه حاجه في نفسه حاجه وما كانش نفسه المنتخب بيكسب، ما تأجلها شويه يعني. احقد براحتك بس بعد الماتش اللي جاي، يعني استنى بعد ماتش يوم الثلاث، يعني كمل بقى حقدك زي ما انت ما عايز. انا بس مستغرب الحقيقه. لو اللي بنتكلم في نقاط فنيه فالماتش كان فيه شغل فني كتير جدا. نقاط تكتيكيه برضو نفس القصه، النقاط الفنيه والتكتيكيه وكل حاجه ليها علاقه بالماتش كانت كويسه. الناس بس اللي مقسمه منتخب مصر حسام غالي وحماده طلبه، ده تخيل خاطئ بالمره. لما الراجل بينزل حماده طلبه ده اختراع، اسمه يعني حماده طلبه ده اختراع يتحسب لفريرة اللي حطه في المركز ده عشان انت النهارده كمنتخب مصر تستغله. الناس برضو احنا ماشيين الناس يقول لك ايه والنبي ما تنفخوش في حماده طلبه. يا جماعه طب هو انتوا ايه يعني؟ طب الراجل شايل لك الكره من قدام من على خط الجون
الكره دي لو كانت دخلت وانت جبت الجون تاني بعديها هتبقى 2-1 برضه. يا فرحتي عملنا ايه؟ كنتوا قطعوا براحتكم. عموما عندنا ماتش يوم الثلاث، ماتش اسوأ ما فيه موضوع التذاكر، اسوأ ما فيه موضوع التذاكر. اهو بقول من دلوقتي اسوأ ما فيه موضوع التذاكر، لان احنا بدأنا نتكلم على سوق سودا، وبدأنا نتكلم عن ناس بتقاتل وناس بتتخانق عشان خاطر توصل للتذاكر، وناس بتعاني عشان توصل للتذاكر. عندنا ماتش ان شاء الله باذن الله الساعه 7 في برج العرب، عايزين الناس كلها تبقى موجوده، عايزين مصر كلها تبقى موجوده. على حسب المتاح تقريبا هنوصل ل 30,000، تقريبا هنوصل ل 30,000 بالاعداد اللي ليها علاقه بالامن المركزي، بالولايات بتوع 57 357، بكل الناس اللي هتبقى موجوده بالظبط كده. كل الناس على فكره. بالمناسبه الفيديو اللي قدام حضراتكم ده للمشاكل النهارده بتاعت التذاكر، الناس مش عارفه توصل للتذاكر في استاد اسكندريه. احنا بنتكلم في سعر التذكره كان مثلا 30 جنيه، بدات تشد حيلها اهو ما شاء الله ودخلت سوق سودا، وايه ام 30 بقت ب 100، ام 30 بقت ب 100 بعد التزاحم الشديد والخناقات عليها. وبعدين التذاكر بيقول لك كمان ممكن توصل ل 300 جنيه. هتحلوا الموضوع ده ازاي؟ حاولوا يبقى معانا سياده العميد ثروت سويلم، لانه مهم جدا جدا علشان نعرف الموضوع وصل في اتحاد الكوره ناوي يعمل ايه في موضوع التذاكر السوق. بصوا يا جماعه، بصوا الناس دي رايحه عشان تتفرج على الماتش، لازم يبقى فيه تنظيم، ده ماتش اتحاد الكوره، لازم يبقى فيه آلية، مش عايزين يحصل مشكله، مش عايزين واحد يتصاب، مش عايزين واحد يتعور، مش عايزين حد يجرى له لا قدر الله حاجه، مش عايزين وفيات عشان خاطر تذكره ماتش. الناس اللي تروح ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله تروح تتفرج على ماتش حلو، منتخب مصر حقق فيه انتصار ان شاء الله باذن الله مرضي. في عندنا فرقه محترمه واحنا واثقين فيها. واتحاد الكوره انا عارف انه واخد احتياطات كتيره جدا، انا عارف انه واخد احتياطات كتير جدا عشان خاطر الماتش ده، بس الآلية بقى هتبقى ازاي، او تنظيم الطريقه، يعني بمعنى اصح الطريقه هتبقى عامله ازاي، هي دي اللي هتفرق كتير جدا النهارده من استاد اسكندريه، عشان برضو الناس اللي بتتابع. ماشي لحد ما يبقى معانا طب عظيم قوي. معانا على التليفون سياده اللواء ثروت سويلم، مدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم. مساء الفل يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ مساء الخير يا كابتن ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كابتن، الحمد لله. طيب طمنا بقى، لان احنا عندنا صوره دلوقتي كانت من استاد اسكندريه النهارده، والناس زعلانه مستاءه من فكره الارتفاع في اسعار التذاكر ودخولها السوق السوداء. انا عارف ان انتوا عاملين طريقه ل يعني اتاحه التذاكر للجميع، بس على ما يبدو انه برضه لسه في شويه مشاكل. الحل يبقى عامل ازاي، وايه الاليات او ايه الطرق اللي انتوا واضعينها لحل ازمه زي ديت، علشان التذكره بيقول لك سعرها هيوصل من 30 جنيه ل 100 جنيه النهارده؟ يعني بص يا كابتن ابراهيم، يعني احنا في ماتش نيجيريا بالذات اجتمعنا من 15 يوم، كنا حابين ان احنا نعمل نظام محترم ونبدا. اولا بهني حضرتك بالبرنامج الجديد والاستوديو الرائع، ودايما موافق كده يا ابراهيم ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا رب، انا ما اتحرمش منك، ومتشكر جدا على الهوا. انا بشكرك شكرا جزيلا على الرساله كمان اللي بعتها لي، بشكرك شكرا جزيلا. بص يا ابراهيم، احنا اجتمعنا من 15 يوم، وكنا حابين ان يبقى التذاكر وبيع التذاكر وترتيبات الماتش يعني اسوه بالدول الاوروبيه وكده، ان احنا نكون قبل الماتش ما نجيش نتزنق ونبيع التذاكر ليله المباراه والكلام ده كله. اجتمعنا واجتهدنا وعملنا لجنه برئاسه المهندس محمود الشامي وعضويه الكابتن عازم جاد والدكتور علي عبد العزيز. كنا حريصين جدا على ان احنا نوفر التذاكر، بس انت كان عندك مشكله يعني هتنزل كام تذكره، هتطبع كام تذكره. الموضوع مش موضوع ان الامن مش متعنت، الامن حريص جدا على دعم منتخب مصر، لكن برضو يعني ملف الامن ده ملف فيه حاجات كتيره ومواضيع وكواليس صعب الاعلان عنها. بدانا ب10، بقت 15، اخر قرار النهارده بقت 20,000 تذكره. حضرتك موضوع الفلوس والتذكره ب 30 جنيه ده مش قراري ولا قرار، يعني ده كان قرار مجلس اداره اتحاد الكوره بناء على حضرتك برضو تصور معين ان ال 30 جنيه بالنسبه للتذكره عملناها موحده. يعني الماتش لا ما اقصدش كده، انا ما اقصدش سعر التذكره نفسها يا فندم، انا بقول لحضرتك انه التذكره نفسها بدات تدخل سوق سودا، يعني اللي هي 38 جنيه بقت ب 100 جنيه، لانه عمليه الطرح نفسها بقى فيها مشكله. وكنا عارضين دلوقتي فيديو للناس وهي بتحاول تشتري التذكره، حصل تزاحم كبير جدا داخل استاد الاسكندريه.
بص يا ابراهيم، احنا حاولنا ان احنا نحسن من كيفيه وصول التذاكر للمشاهدين والساده الجماهير عشان يتفرجوا على الماتش عن طريق النت وعن طريق الحاجات اللي بتستخدم في الدول العربيه قبل الدول الاوروبيه. لكن احنا برضو ثقافه التوزيع في مصر هنا بتختلف. هي برضو نفس النظام، هم نفس البائعين اللي بتولوا من 20-30 سنه، هو نفس النظام. الله ينور عليك. انا بكلم حضرتك بمنتهى الصراحه. لا انا بشكرك انك صريح جدا، بشكرك يعني. لكن انت عشان تيجي يا ابراهيم مع اول ماتش بجماهير تخلق سياسه جديده او تبتدع فكر جديد لتوزيع التذاكر، انا بقول لحضرتك معلش يعني كان صعب جدا. وخاصه احنا لم نعتمد التذاكر الا يوم الخميس. طيب معلش زلي برضو في المقاطعه، هو مين المسؤول عن اعطاء التذاكر دي للبائعين اللي بقالهم 30 سنه بيبيعوا؟ مين؟ استاذ ابراهيم، انا بقول لحضرتك احنا لم نعتمد قرار الامن بالتذاكر ده. ابراهيم ما بنجيش نطبع التذكره في مطبعه ونروح موزعينها. انا فاهم والله كتيره، انا فاهم في والله. اعتماد من انا بقول لحضرتك، لا حضرتك فاهم. في ناس كتير برضو مش متخيله الموضوع، مش متخيله انها بتعتمد من وزاره الرياضه، من وزاره الداخليه، من مديريه امن اسكندريه. بقول لحضرتك لما توصل لمرحله ان خلاص يوم الخميس خرجت التذاكر من حيز الطبع والاعتماد الى حيز البيع ما كانش عند حضرتك وسيله غير انك تعتمد على الناس اللي بقى لها 30 سنه بتبيع التذاكر. انا بقول لحضرتك سوق سودا والكلام ده كله، دي ثقافه جماهير او ثقافه ناس تولت قبل كده بيع التذاكر. بقول الوقت ضيق، الماتش كان الجمعه، وانت برضو خلي بال حضرتك ما كانش عندك استعداد توزع تذاكر الا بعد المباراه الاولى. تمام. عشان نتيجه المباراه ليها تاثير كبير جدا على بيع التذاكر. طبعا. النهارده يا ابراهيم بعد اذن حضرتك احنا بدانا باسكندريه، بكره هنبيع التذاكر في مصر في مقر النادي الاهلي ومقر نادي الزمالك. تمام. بقول لحضرتك تم التنبيه على بالنسبه للقاهره عشان الراجل جه النهارده ياخذ التذاكر، تم التنبيه عليه مفيش بيع تذاكر اكتر من تذكرتين حرصا على عدم دخول سوق سودا في هذا الموضوع. لكن في ناس محترفه يا ابراهيم، لو انت جبت شركه من بره مصر برضو هيقدروا ياخدوا تذاكر ويبيعوها في السوق السوداء. فدي يعني معلش بعد حضرتك دي الوقت هو اللي وصلنا للبيع بالطريقه القديمه اللي احنا ماشيين عليها. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، وكل تمنياتنا ليكم في الاتحاد المصري لكرة القدم، وكل تمنياتنا ايضا لمنتخبنا الوطني بالفوز في هذا اللقاء. بنكشف لكم عن نية رئيس النادي الأهلي المهندس محمود طاهر عن تعيين ثلاثي جديد مكان الخماسي. انتوا عارفين انه خلاص النهارده اللي هو الحد فيه حكم محكمة ممكن يبقى موجود فيما يتعلق بال يعني القرار بتاع المحكمة الإدارية العليا إذا قبلوا الطعن. مهندس محمود طاهر بيجهز قائمة من 3 أسماء، اسم بارز منها هو السيد اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي. بنقول لحضراتكم خبر مهم اهو، انه النادي الأهلي ورئيسه بيفكر انه يبقى فيه تعيين ل3 هيبقى موجود منهم اللواء محمود علام، وفي اسم ايضا مطروح هو اسم كبير جدا الحقيقه في النادي الأهلي هو الكابتن زكريا ناصف. احنا بنجتهد وقد نصيب وقد نخطئ، ونتمنى من حضراتكم ان انتم تغفروا لنا ده او يعني تغفروا لنا يا ده. يوم الاثنين ركزوا قوي في اليوم، الأهلي هيصدر قرارات في منتهى الأهمية والإعلان عن مسابقة اختيار مدير تنفيذي خلفا للسيد شيرين شمس. افتكروا الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم اهو، يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله بإذن الله هيبقى في كلام مهم فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وهيبقى في إعلان عن مسابقة اختيار مدير تنفيذي خلفا لشيرين شمس اللي هيعود مرة أخرى كمدير للمقر النادي الأهلي في الجزيرة. هيبقى الأقرب للتواجد في منصب مدير التنفيذي هو عباس شال مدير منتجع الأهلي بمرسى مطروح، وكان مجلس إدارة الأهلي كان تقدم طبعا بطعن على حكم المحكمة بحل المجلس، والخماسي بالكامل رفض العودة مرة أخرى. مش هنشتغل خلاص مع مهندس محمود طاهر اللي هو أحمد سعيد، هشام العمري، طاهر الشيخ، محمد جمال هليل، وإبراهيم الكفراوي.
أزمة بين راعي الاتحاد المصري لكرة القدم وما بين الجهاز الفني تحديدا مستر هيكتور كوبر، لأنه الراجل رفض إنه يعمل مؤتمر صحفي قبل الماتش. قال لك أنا الوقت ضيق بالنسبة لي، مش عايز اعمل مؤتمر صحفي، لكن الشركه الراعيه للاتحاد المصري لكره القدم هي برزنتيشن، خلاص بقت في مشكله دلوقتي وبقت في ازمه حقيقيه، مش هنقعد نلف وندور حوالين بعض ونضحك على بعض. في دلوقتي برزنتيشن عايز تاخد حقوقها كلها من اتحاد الكوره. ايوه انا بدفع فلوس زي الشركه الثانيه، هي بتاخد حقوقها، انا كمان هاخد حقوقي. فحقوقي انا ايه؟ حقوقي ان انا في مؤتمر صحفي يتعمل. الراجل المدير الفني لمنتخب مصر قال لك انا مش عايز اعمل المؤتمر عشان ما عنديش وقت. الشركه الراعيه قالت له انا عايزه المؤتمر بتاعي. طيب الخبر ده مهم جدا، وبعديها هاخد حضراتكم لفقره المواقع المحليه عشان الناس اللي كانت بتسال على موضوع كهربا هيبقى فين؟ كهربا مكمل في نادي الزمالك ولا فعلا رايح اتحاد جده السعودي؟ الكلام كان كتير جدا جدا. محمود كهربا لاعب نادي الزمالك اهو قدام حضراتكم على الشاشه، اجتمع بسلطان البلوي شقيق رئيس نادي الاتحاد جده والمكلف بعمل صفقات المفروض انها تبقى قويه جدا للنادي السعودي خلال اداء لاعب نادي الزمالك طبعا لمناسك العمره. يعني من خلال مصادرنا الخاصه عرفنا انه كهربا كان اتفق مع البلوي على كل التفاصيل الخاصه بتعاقده مع اتحاد جده بما فيها التفاصيل الماديه، وبيتبقى للطرفين بس الوصول لطريقه مناسبه للرحيل في ظل ارتباط كهربا بتعاقد مع نادي الزمالك. ويرتبط طبعا كهربا مع الزمالك لمده 5 سنوات بعقد هينتهي بنهايه موسم 2020. ده موقف كهربا بالكامل، ودي تفاصيل الجلسه اللي جمعته بشقيق رئيس نادي اتحاد جده السعودي علشان نقفل لكم الموضوع بالكامل ويبقى عندكم المعلومه بشكل واضح. تعالوا نروح لفقره المواقع المحليه المصريه. من اليوم السابع، اسلام جمال واحمد سمير بيعودان لتدريبات الاسماعيلي استعدادا للزمالك. ومن دوت مصر، المنتخب يرفض استبعاد الحضري امام النسور. رسميا من يلا كوره، زياده عدد جماهير مصر امام نيجيريا الى 15,000. ومن كورابيا بجاية، الجزائري يعدل موعد مباراته امام الزمالك بدوري الابطال. من الفجر، الأهلي ينفي دخول نجيب في صفقة تبادلية لضم نجمي المقاصة. وآخر حاجة كانت معانا من موقع الفجر بعد الفاصل، سريع جدا جدا، أخبارنا العالمية. ارتفاع عدد ضحايا تفجير ملعب بالعراق وصل ل 41 قتيل و105 جريح. ملعب في العراق بحسب وكالة اسوشيتد بريس قالت انه السلطة المحلية العراقية بحسب نقلها لآخر الأخبار قالت انه في حصيلة وصلت إلى 105 جريح و41 قتيل. امام حضراتكم الفيديو على الشاشة. انتحاري بيرتدي حزام ناسف كان قام بالعملية دي، فجر نفسه وسط تجمع بيضم عراقيين غالبيتهم من الشباب. ادي امام حضراتكم الصورة. للأسف طبعا الفيديو مش احسن حاجة، الكواليتي بتاعته الجودة بتاعته ما هيش احسن حاجة، فاعذرونا احنا بنحاول قدر المستطاع نجيب لحضراتكم كل اللي موجود في العالم. ولكن الاخبار اللي من النوعيه دي بتبقى شويه بتقلق الناس، لان احنا بنتكلم على ملاعب كره القدم، فلما حتى كمان الارهاب والعنف يدخل في الملاعب ده بيبقى مقلق شويه. تنظيم داعش هو اعلم مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري داخل ارضيه الملعب، واللي بيبعد حوالي 50 كيلو متر تقريبا عن جنوب العاصمه العراقيه بغداد. كان في تجمع ناس كبير جدا بمناسبه نهايه البطوله الكرويه لفرق كره القدم المحليه. إصابة نجل لاعب ناسيونال البرازيلي في شغب جماهيري بإحدى البطولات المحلية بالبرازيل، وإحنا بنتكلم الحقيقة عن ظاهرة زي دي، ظاهرة ما بتنتهيش.
في كل حته موجوده في العالم. البرازيل الحقيقه واحده برضو من الدول اللي دايما بيبقى فيها نوع من انواع المشاكل. اهو امام حضراتكم على الشاشه مباراه ناسيونال وماناوس باحدى البطولات المحليه بشمال البرازيل، شهدت شغب جماهيري كبير لما فريق ماناوس صاحب الضيافه سجل هدف التعادل في الدقيقه 92. انا بس عايزكم تشوفوا تعامل الشرطه عامل ازاي مع المشاغبين. سامعيني؟ بصوا مسكوا الراجل عامل ازاي. هو بيتعامل معاه انه مشاغب، مش داخل الملعب يبيع سبح، بيع حاجه غلط، فالتعامل معاه لازم يبقى بالشكل ده. في ازمه وفي مشكله واحنا لازم نخلصها، اي تعامل بالشكل ده. وده المفروض انه ده الرذاذ اللي هم زي ما بيقولوا لنا عليه، اللي هو رذاذ الفلفل ده على حسب ما بيقولوا لنا يعني. انا مش بتكلم على انه مش عقده برضو الخواجه، مش كل حاجه الناس بتعملها احنا بنسقف ونقول الله حلو، بيتعاملوا حلو مع الناس، بيكسروا دماغ الناس فاحنا كده مبسوطين. انا ما بتكلمش على الجزئيه دي. انا مش من الناس اللي مبهوره بفكره التعامل انا اسف بين قوسين، انا مش من الناس المبهورين بفكره التعامل الخارج او التعامل الغبي مع الجماهير. بس انا مؤمن بنقطه معينه ليها علاقه بانه طالما في حد مخطئ وحد تجاوز يعني المعهود او المعروف او المألوف في ملاعب كرة القدم، اكيد انا مش هتعامل معاه زي الراجل المسالم اللي قاعد في مكانه قاعد على الكرسي. بس ببساطة شديدة جدا يعني، لو انت راجل مش جاي تعمل مشاكل، مش تنزل تحت، مش تجري، مش تكسر حاجة، مش تعمل اي حاجة من الحاجات دي. لو انت قاعد في مكانك اكيد ما حدش هيجي يعمل معاك كده. دي نقطة بس كانت مهمة جدا واحنا بنستعرض مع حضراتكم الخبر ده. 3 مصريين على رأسهم الشرباجي في نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش. ده آخر خبر معايا. تأهل المصنف الأول عالمي محمد الشرباجي للدور نصف النهائي من بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش بعد تغلبه على المصنف السادس عالميا الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0 علشان يواجه الشرباجي نظيره المصري كريم عادل جواد، واللي تغلب على شقيقه الشرباجي مروان في ربع النهائي بنتيجة 3-1. في المقابل طبعا تأهل رامي عاشور المصنف الخامس عالميا إلى نصف النهائي بعد تغلبه على المصري علي فرج علشان يواجه المصنف الثاني عالميا جريجوري جاليتيه احد المرشحين للفوز باللقب. واحنا برضو لسه بنتكلم على الاسكواش. نوران جوهر ونور الشربيني في نصف نهائي نفس البطوله، بطوله بريطانيا المفتوحه للاسكواش، ولكن في منافسات السيدات احنا عندنا 2 من النجوم الحقيقه في الاسكواش، نور الشربيني ونوران جوهر. نوران اللي هي المصنفه رقم 8 عالميا استطاعت ان هي تتغلب على رنيم الوليلي المصنفه الثالثه عالميا بنتيجه 3-1. ده في ربع النهائي علشان تتأهل لنصف النهائي لتواجه الفرنسية كاميلي سيرمي المصنفة الخامسة. الاثنين تأهلوا نوران ونور الشربيني. نور كانت اللي هي المصنفة رقم 4 عالميا، تأهلت لنصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية أماندا المصنفة السابعة عالميا بنتيجة 3-0. يبقى كده نور عندنا تأهلت هي ونور الشربيني ونوران جوهر، لكن رنيم الوليلي هي اللي خسرت لقائها امام نورهان جوهر. كل تمنياتنا ليهم طبعا بالتوفيق. احنا عارفين ان احنا السكواش عندنا مصر ما شاء الله مسيطره عليه بشكل كبير جدا. طيب بعد الفاصل هيبقى عندنا مين؟ بعد الفاصل هيبقى عندنا السوبر عبد الواحد السيد، كابتن نادي الزمالك السابق ونجم نادي الزمالك. ازاي حضراتكم تشاركوا معانا في الحلقه؟ هتشاركوا معانا في الحلقه من خلال الهاشتاج بتاعنا اللي ظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي، السوبر اندرسكور عبد الواحد، السوبر اندرسكور عبد الواحد. كمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك وجه سؤالك لكابتن عبد الواحد السيد نجم نادي الزمالك. صفحتنا على فيسبوك اسمها برنامج السوبر، هي نفس الصفحه على تويتر اسمها برنامج السوبر. بعد الفاصل السوبر عبد الواحد السيد في السوبر.